السلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، ومرحبا بكم إخواني أخواتي في حلقة جديدة واللي كيف ما عودناكم غادي نطرقوا من خلالها لثلاثة ديال المواضيع آنية. بالنسبة للموضوع الأول في هذه الحلقة، وكيف ما سبق وشرنا له في مواد إخبارية سابقة، اليوم جهات عالمة واللي غادي نكشفوا على المصدر ديالها تؤكد على أن المخابرات الجزائرية تخطط لإفشال مونديال ديال قطر والتأثير عليه من طرف المشجعين المغاربة. كيفاش هادشي إن شاء الله كله غادي نطرقوا له في التفاصيل إلى بقيتوا معنا حتى النهاية ديال هذه الحلقة. بالنسبة للموضوع الثاني، بعيدا على كسب صوت ديال كوبا من أجل معاداة المملكة المغربية في قضية النزاع المفتعل حول صحرائنا المغربية، الجزائر تتخلى عن فوائد قروضها لكوبا من أجل الحصول على هذا الأمر، من أجل ضرب الأمن والاستقرار ديال المملكة المغربية. أما بالنسبة للموضوع الثالث والأخير واللي بغيتكم إخواني أخواتي تبعوه من الأول إلى الآخر، تقرير سري واللي رفع عليه السرية الرئيس الأمريكي جو بايدن، واللي كيأكد على أن النظام العسكري الجزائري يخطط لشن هجمة عسكرية على المملكة المغربية في حدود سنة 2025. وغادي نشوفوا كذلك الدور اللي كيقوم به النظام العسكري الجزائري انطلاقا من الآن وتمهيدا لهذه العملية عن طريق ميليشيات الوهم البوليزاريو. المزيد إخواني أخواتي من النقط المتعلقة بهذا التقرير السري واللي ترفعت عليه السرية غادي نتطرقوا لها في التفاصيل كيف ما عودناكم دائما. ما تنساوش إخواني أخواتي أنكم تضغطوا على زر الإعجاب تشجيعا منكم هذه القناة، شرفونا كذلك بالانضمام ديالكم إلى هذه القناة إذا كنتوا أول مرة كتابعوها، وما تنساوش إخواني أخواتي أنكم تخليوا لنا تعليقات ديالكم القيمة البناءة والمتزنة المتعلقة بمواضيع هذه الحلقة. فشكرا لكم إخواني أخواتي مرة أخرى، وإلى التفاصيل. سلام الله عليكم. بالنسبة للموضوع الأول في هذه الحلقة، التواجد ديال المشجعين المغاربة في المونديال ديال قطر بشكل كبير، وكذلك التشجيعات ديالهم الحضارية خلات الأعداء والخصوم ديال المملكة المغربية يفكرون في الأسوأ. هضرنا في مواد إخبارية سابقة على الخطط الجهنمية واللي كيحاول من خلالها النظام العسكري الجزائري أنه يدفع بأشخاص محسوبين على المخابرات الجزائرية من أجل حمل العلم المغربي وكذلك التيشيرت المغربي، ويقومون بأعمال عنف وأشياء من هذا القبيل من أجل الإساءة للمملكة المغربية. هذا الشيء كله إخواني أخواتي اعتمدنا فيه على التحرشات ديال هذه الجماهير بالجماهير المغربية ومجموعة من التصرفات المستفزة. لكن اليوم إخواني أخواتي هذا الخبر غادي يتم تأكيد ديالو من طرف جهات أخرى، بحيث قال الكاتب والمحلل السياسي ديفيد ليفي بأن كبرانات الجزائر يريدون إفساد العرس الكروي في قطر ويدسون مشجعين مغاربة مزورين. وزاد في تغريدة له على صفحته الرسمية في تويتر بأن هناك خطة من كبرانات الجزائر لإرسال جزائريين إلى قطر ليندسوا في صفوف المغاربة وبأقمصة وأعلام مغربية لإفساد مباريات كأس العالم وإعطاء انطباع سيء على المغاربة. وقال لي في على السلطات في قطر أن تتحقق من هوية كل شخص يحمل قميص أو علم المغرب قام باقتحام الملاعب أو السرقة أو الشغب. فهذه الأشياء إخواني أخواتي كلها حذرنا منها، ونبغيو إخواني أخواتي بالمناسبة أننا نوجهوا هذا التحذير لكل المشجعين المغاربة واللي غادي يتواجدوا بعين المكان باش أنهم ياخذوا الحيطة والحذر ديالهم من أي تصرف مشبوه للمشجعين المغاربة وإخبار السلطات هناك. بالنسبة للموضوع الثاني في هذه الحلقة، كيف ما كنعرفوا بأن كوبا دائما ما كانت واحد القلعة حصينة للنظام العسكري الجزائري،
ودائما ما كانت كتدعم الميليشيات ديال الوهم، لا بالصوت ديالها في المحافل الدولية ولا بتقديم المساعدات وكذلك الدراسات ديال المحسوبين على مرتزقة البوليزاريو وكذلك التداريب العسكرية. اليوم شيء غير مفهوم، بحيث أن النظام العسكري الجزائري غادي يقوم بإعفاء كوبا المفلسة من الفوائد ديال القروض واللي سبق ومنحتها الجزائر لهذه الأخيرة، وغادي يقوم كذلك بمنشآت أخرى ذات طابع اقتصادي كتتعلق بالكهرباء بشكل مجاني. هنا كنقولوا واش النظام العسكري الجزائري متخوف من التوغل الدبلوماسي ديال المملكة المغربية داخل دول أمريكا اللاتينية، لكن تم الكشف على أخبار جديدة تتعلق بخطة النظام العسكري الجزائري من أجل تزويد كوبا لمرتزقة البوليزاريو بأسلحة وأنظمة جد متطورة من أجل استنزاف القوات المسلحة الملكية، ومن أجل كذلك إيجاد طريقة وحلول للتخفي من الدرون واللي كتعصف بأي مرتزق دخل إلى المنطقة العازلة. إخواني أخواتي، غادي نقرأ عليكم إحدى المقالات واللي طرقات لهذا الموضوع من الأول إلى الآخر، وكيف ما عودتكم دائما إذا كانت شي عبارة كتحتاج للتوضيح فأكيد غادي نوضحوها كيف ما المعتاد. المجلة الفرنسية مغرب انتليجنس واللي كتقول بأن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون طلب رسميا من الزعيم الكوبي تعزيز المساعدة المقدمة لجبهة البوليزاريو، ومن بين أهم المساعدات واللي طلبها عبد المجيد تبون التفاوض على تسليم أنظمة اتصالات مشفرة جديدة مع هافانا من أجل السماح لضباط البوليزاريو بالتبادل بأمان تام والهروب من الرادارات وبرامج المراقبة الإلكترونية للقوات المسلحة الملكية التي ستكون قادرة على التعرف عليهم ومن ثم القضاء عليهم بضربات دقيقة للغاية برعاية طائرات بدون طيار جد متطورة. وغادي يضيف كذلك المصدر أنه وفي مواجهة القوى النارية للمغرب، القوى التي تعمل باستمرار على التحديث والتعزيز بفضل الدعم الإسرائيلي، تعتمد الجزائر على التقنيات الكوبية الجديدة لحماية قادة البوليزاريو. وبحسب مصادر الموقع المذكور فقد طلبت الجزائر التعاون مع المجموعة الصناعية الكوبية لمعالجة البيانات والاتصالات والإلكترونيات جيديم، التي أعلنت مؤخرا عن تطوير جزيرة كاريبية بالكامل بمكونات كوبية. وتعمل هذه المجموعة أيضا سرا على تقنيات عسكرية لتشفير الاتصالات، وتأمل الجزائر الاستفادة من التقدم الصناعي الكوبي لدعم البوليزاريو وتعزيز حمايتها ضد الضربات المغربية. وانا نبغي نقول لهذا النظام العسكري الجزائري الفاشل، علاش ما تطوروش نتوما هذه الانظمه؟ علاش كتكتفيو فقط باستخراج الغاز والبترول وبيعه للدول من اجل كسب التعاطف ديالها بخصوص هذه القضيه الواهيه ديال بوليزاريو والاستفاده من الخبرات ديال الدول الاخرى؟ فعلى اي حال، كيف ما قلنا في البدايه، الهدف ديال النظام العسكري الجزائري انه يتواصل مع التقنيين الكوبيين من أجل الحصول على مجموعة من التقنيات وكذلك النظم المعلوماتية باش يقوموا بتفكيك الشفرة ديال كل المكالمات ديال ضباط قوات المسلحة الملكية. فهنا يعني بعبارة أخرى، البوليزاريو غادي يكونوا عندهم معلومات على واش القوات المسلحة الملكية ساقط الخبر بأنه مرتزقة داخلين للمنطقة العازلة أو لا شيء من هذا القبيل، فقط من أجل النجاة من الدرون. ولكم أن تتخيلوا هذا النجاح اللي دارت الدرون والتأثير ديالو على النظام العسكري الجزائري. بالنسبة للموضوع الثالث والأخير في هذه الحلقة، واللي بغيت إخواني أخواتي التركيز ديالكم، لأن الأمر يتعلق بموضوع جد خطير، تقرير سري واللي رفع عليه الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، واللي كيأكد على أن النظام العسكري الجزائري يخطط جادا وبكل ما أوتي من قوى من أجل شن هجمة عسكرية على المملكة المغربية في سنة 2025. غادي في البداية نقرأ عليكم كيفاش أنه تم التسريب ديال هذا التقرير، وغادي نشوفوا كذلك الخطة اللعينة ديال النظام العسكري الجزائري واللي غادي تتهم من خلالها المملكة المغربية،
وغادي يستعملها كمبرر من أجل شن وإعلان حرب على المملكة المغربية، كيف ما وقع لما هضروا على أن المملكة المغربية هي اللي شعلات الحرائق في جمهورية القبيل الشقيقة. يقول المقال: تمكنت وكالة الأمن القومي الأمريكي من الحصول على تقرير مخابراتي سري موجه من مدير المخابرات الروسية سيرجي ناريكشين إلى الرئيس فلاديمير بوتين، وتم تسريب التقرير المذكور بعدما أمر الرئيس الأمريكي جو بايدن مديرة الاستخبارات برفع السرية عنه. هذه المعطيات المتعلقة بالأنشطة الاستخباراتية الروسية عبر العالم. فالتقرير الذي تم تسريبه مؤخرا يسرد تفاصيل لقاء جمع بين العميل الروسي سيرفي كيلموف الذي يشتغل ملحقا إعلاميا بالسفارة الروسية بالجزائر، وعبد العزيز نويات شويطر قائد جهاز الأمن بالجيش الجزائري. وأكد المسؤول الأمني العسكري على أن دولته ترفض أي وساطات مع المغرب، لأن كبار القادة العسكريين يصرون على إنهاء حالة اللا حرب ولا سلم مع المملكة المغربية. فهذه المسألة صراحة تأكدنا منها في عديد المرات. يعني كتقول أشنو دارت المملكة المغربية باش أن النظام العسكري الجزائري يرفض كل الوساطات، لا الوساطة القطرية الإماراتية وكذلك الوساطة السعودية، في الوقت اللي كيشوف بأنه الرفض ديال هذه الوساطة فهو كيأثر عليه بشكل كبير. وإن كان الفشل ديال القمة العربية فكان من بين أهم الأسباب هذا النوع ديال رفض الوساطات. غادي نشوفوا إخواني أخواتي الخطة ديال الجزائر الخبيثة واللي كشف عليها هذا التقرير. يقول التقرير: تهدف الخطة التي تنهجها المخابرات العسكرية الجزائرية إلى استنزاف الجيش المغربي عبر تقديم مساعدات عسكرية وتقنية ومادية لجبهة البوليزاريو. فلما كنهضروا على الاستنزاف فكاين تخوف كبير ديال النظام العسكري الجزائري من القوى العسكرية للمملكة المغربية، أي أنه كيدير جس النبض وكيشوف القدرات النوعية ديال القوات المسلحة الملكية وكذلك التسلح ديال بلادنا فين وصل، بحيث يهدف النظام العسكري الجزائري إلى دفع البوليزاريو بالقيام بهجومات متتالية على القوات المسلحة الملكية لاستنزاف مقدراته وتكبيد خسائر مادية كبيرة وتدمير معنويات جنوده، بجرهم إلى دائرة مفرغة من المواجهات المتقطعة حسب ما جاء في نص التقرير المسرر، مما سيسهل الأمر على الجيش الجزائري عند بدء العمليات الهجومية والمحدد لها تاريخ مارس 2025 عبر افتعال هجوم إرهابي من طرف حركة تقرير مصير منطقة القبائل المعروفة بالماك. ويقول التقرير بأن المخابرات الجزائرية ستقدم على تفجير أحد المجمعات التجارية الكبرى بالعاصمة الجزائرية، مما سيخلف الكثير من الضحايا. ليعلن التلفزيون الجزائري بعد 3 أيام على وقوع الحادث عن اعتقال الجناة، وسيعترف الموقوفين بأنهم ينتمون إلى حركة الماك وأنهم تلقوا تدريبات وتكونوا من طرف المخابرات المغربية والإسرائيلية. مباشرة بعد اعتراف الموقوفين بما ذكر، يؤكد تقرير أن فرقا عسكرية جزائرية مدربة ستقود هجوما ليليا شاملا ومفاجئا على العديد من المناطق المغربية الحيوية. وفي اليوم الموالي سيخرج رئيس الدولة الجزائرية بخطاب يؤكد فيه أن الجزائر قد صبرت كثيرا على المؤامرات المغربية والإسرائيلية على أمنها الاستراتيجي، وأنه قد أعطى أوامره للجيش الجزائري لينتقم للأبرياء الذين سقطوا نتيجة للغدر المغربي الإسرائيلي بمؤازرة الخونة من حركة الماك الإرهابية. هاد الأشياء أو هذا النوع من التصرفات لا تنطلي على المملكة المغربية، واللعب على الأذهان ديال الشعب الجزائري في هذه المسألة تعودنا لها. والنظرية ديال المؤامرة هي اللي تبنى عليها هذا النظام العسكري الجزائري منذ أن أسس بتأسيس الجزائر سنة 1962. لكن أنا تنقول للنظام العسكري الجزائري بأن الغدر الجزائري احنا تعودنا عليه، وإذا كنتوا باغيين تباغتوا المملكة المغربية فكونوا أكيدين بأنه هذا النوع من التصرفات سوف ينهي التواجد ديال النظام العسكري الجزائري على رأس السلطة في الجزائر. وإلا كنتوا كتعدوا العدة من هنا حتى لسنة 2025 فالمملكة المغربية عدات العدة
منذ سنين وكتنتظر أي تصرف متهور لهذا النظام الغبي. شكرا لكم إخواني أخواتي، شكرا لإصغائكم، وإلى لقاء قادم بحول الله.